البروسيسور هو مكون اساسي من مكونات اي اند يوزر ديفايس انت بتمتلكها، سواء كانت موبايل، لابتوب، بي سي، تابلت. عشان تشتري جهاز لازم يكون في سبب من ورا شرائك للجهاز ده. ايه هو السبب؟ تشغيل مجموعه من الابلكيشنز. اي ابلكيشن انت هتختاره ليه بروسيسور ينفع يشغله، فبالتالي لازم تبقى عارف انت مشتري الديفايس ده ليه، وبناء عليه تبدا تحدد ايه البروسيسور اللي ينفع يشتغل مع الابلكيشنز اللي انت عايز تشتغل عليها. وطبعا انت مش هتشتري اند يوزر ديفايس لكل ابلكيشن انت عايز تشتغل عليه، لا، بس المفترض ان انت عارف انت عايز تشتري او تشتغل على ابلكيشنز شكلها عامل ازاي، فتبدا تختار جهاز عليه بروسيسور يفت مع الابلكيشنز اللي انت عايز تستخدمها. زي ما قلنا قبل كده ان انت بتشتري ديفايس عشان تستخدمها، اما استخدام شخصي اما استخدام في العمل. ففي الاساس الديفايس دي انا مشتريها عشان ايه؟ عشان استخدمها استخدام شخصي. ايه انواع الاستخدامات الشخصيه؟ 1 2 3. ابدا اشوف بقى 1 و2 و3 دول ايه البروسيسور اللي ينفع معاهم. وعشان نعمل ده دورنا في فهم تكنولوجي ان احنا نشرح لك ايه هي انواع البروسيسورز اللي موجوده في الماركت، وازاي تقدر تختار بروسيسور يفت الريكوايرمنت اللي انت عايزها او يتناسب مع انواع البرمجيات او الابلكيشنز اللي انت عايز تستخدمها. تعالوا بينا نشوف ايه انواع البروسيسورز اللي موجوده في السوق، وازاي تقدر تختار بروسيسور يتناسب مع امكانيات الابلكيشنز اللي انت عايز تستخدمها، وبناء عليه تبدا تختار جهاز كامل ينفع معاك. اشهر انواع معالج البيانات اللي موجوده في الماركت فور بي سي اور لابتوب لاجهزه الكمبيوتر او اجهزه اللابتوب هم نوعين. النوع الاولاني بالنسبه لنا انتل، النوع الثاني اي ام دي. واحده من اشهر البروسيسورز اللي موجوده من زمان جدا وهو بروسيسور انتل، معروف جدا بالاجيال بتاعته اللي هو بدايه من اول الكور اي 3، كور اي 5، كور اي 7، كور اي 9، ودي الاجيال الجديده. كان في قبليها سيليريون، كان في قبليها البنتيوم. كل الاجيال دي كانت الاجيال اللي انتجتها شركه انتل. واحده من الشركات اللي ابتدت تدخل بقوه وتاخد ماركت شير كبير جدا من شركه انتل هي شركه اي ام دي. البروسيسورز بتاعتها قويه جدا، بتقدر تفت الكواليفيكيشنز اللي احنا عايزينها لتشغيل مجموعه من الابلكيشنز اللي احنا عايزينها. بتنزل باجيال مختلفه من اول الاي 4 مرورا للاي 10، وابتدت الاجيال الجديده بتاعتها اللي هي الرايزن 3، رايزن 5، رايزن 7. انت بقى كاند يوزر تقدر تختار ما بين النوعين، سواء كان انتل سواء كان اي ام دي، بناء على المعطيات اللي انت عايزها او الابلكيشنز اللي انت عايزها. في الحالتين سواء كان اخترت اي ام دي كشركه بتنتج بروسيسورز او اخترت انتل كشركه بتنتج بروسيسورز بتبقى موجوده جوه مجموعه من الديفايسز اللي انت بتشتريها، تبدا تشوف انهي جيل من الاجيال دي يتناسب مع الابلكيشنز اللي انت عايز تستخدمها. فبتبدا تروح لشركه انتل وتبدا تشوف الاجيال بتاعتها اللي احنا شرحناها، كور اي 3، كور اي 5، كور اي 7، كور اي 9، انهي واحد من الاجيال دي ينفع يتناسب مع الابلكيشنز. او نفس الكلام في اي ام دي رايزنز، تبدا تروح تشوف انهي جيل من الاجيال دي يبدا يتناسب معاك مع الابلكيشنز اللي انت عايز تستخدمها. وده اللي هنشرحه في السلايد اللي جايه. وفي الاساس لازم تبقى فاهم انت ككونسيومر مستفيد من الصراع اللي بيحصل ما بين اي ام دي وما بين انتل، لان هم بيتنافسوا مع بعض عشان يعملوا ساتسفاكشن ليك ككونسيومر، ينتجوا لك اجيال تتناسب مع اللي انت عايزه، تتناسب مع الابلكيشنز اللي انت عايز تشغلها، تتناسب مع امكانياتك الماديه شخصيا. وبالتالي لازم تعمل اكسرسايز صغير وتبدا تبص الجيل اللي يتناسب معاك ويقدر يشغل لك الابلكيشنز اللي انت عايزها بناء على امكانياتك الماليه.